سافر عمر الحراق مساعد وليد الركراكي ومدرب حارس المرمى في المنتخب المغربي لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية من أجل متابعة حارس المرمى ياسين بونو عن قرب خلال مباراة فريقه الهلال ضد النصر. ومن جانب آخر يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخبه على التأكد من جاهزية بونو بدنيا وفنيا قبل انطلاق المعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي الغابون ضمن تصفيات كأس أفريقيا. وكان بونو قد تعرض للإصابة بالفخذ خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي وإفريقيا الوسطى في شهر أكتوبر الماضي. ويضيف المدرب وليد الركراكي من خلال متابعة حالة بونو إلى الاطمئنان على شفائه تام قبل الإعلان عن قائمة النهائية للاعبين التي سوف تشارك في المباراتين الحاسمتين. ومن المقرر أن يسافر المنتخب المغربي إلى مدينة فرنسفيل في الغابون يوم 13 نوفمبر لمواجهة منتخب الغابون يوم 15 من شهر نفسه. بعد ذلك سيعود المنتخب إلى المدينة وجدة لاستقبال منتخب لسوتو يوم 18 نوفمبر على أرض المركب الشرفي، وذلك بعد إغلاق مركب أضرار بأكادير لأعمال صيانة استعدادا لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا. يتوقع أن يرحل الدولي المغربي يوسف نصيري عن فريق فربخشة التركي كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب الأداء غير مقنع الذي يوقع عليه في الدوري التركي، بالإضافة إلى الإعلان ناديه السابق إشبيلية الإسباني عن رغبته في استعادة النصيري بسبب العقم الهجومي الذي بات يعاني منه الفريق الأندلسي. ويسعى إشبيلية لاستعادة مهاجم السابق في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما بات مرشحا للرحيل عن فربخشة بالنظام الإعارة لتجاوز حالة استعصاء التي يعاني منها إشبيلية منذ رحيل المهاجم المغربي. غير أن جوزي مورينو مدرب الفريق التركي يرفض تخلي عن لاعبه المغربي ويتوقع منه أن يستعيد بريقه مع الفريق وسط الموسم الجاري، مؤكدا أنه يجب منحه فرصة كاملة قبل اتخاذ قرار الاستغناء عنه. ولعب الدولي يوسف نصيري 13 مباراة مع فربخشة حتى الآن في مختلف المنافسات، حيث قضى 520 دقيقة على أرضية الملعب ونجح في تسجيل بالمرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسة الدوري الأوروبي. تقدم النادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض إلى الدولي المغربي أشرف حكيمي تجديد عقدها الذي ينتهي في يونيو 2026. وكشف رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الأخبار الانتقالات إن إدارة باريس سان جيرمان جهزت العقد الجديد وأن جميع الأطراف موافقة على استمرار حكيمي سنوات إضافية مع الفريق. وجاء تحرك الفريق الباريسي بتزامن مع إبداء أندية كريال مدريد الإسباني وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين رغبتهم في ضم اللاعب المغربي مستغلين انتهاء عقده بعد موسم ونصف من الآن. وأدلى لويس إنريكي مارتينيز مدرب باريس سان جيرمان بتصريح يوم الأمس الجمعة قال فيه بأنه لم يقابل في مشوار تدريبي مدافع أيمن بنفس إمكانيات وقدرات حكيمي، مشير إلى أنه الأفضل في مركز خلال الوقت الراهن. ويعتبر حكيمي من الركائز الأساسية للنادي باريس سان جيرمان، ويعتبره النادي من أبرز اللاعبين الذين سيبني عليهم مشروع السنوات المقبلة. أعرب وليد الركراكي الناخب الوطني للمنتخب المغربي عن قلقه البالغ بشأن حالة العشب الطبيعي بملعب التجديد بمدينة فرنسفيل الغابونية، والذي يستضيف مباراة المنتخب المغربي ونظيره الغابوني يوم 15 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أفريقيا المغرب 2025. وأجرى الركراكي معاينة شاملة لحالة الملعب من خلال مشاهدة المباريات الأخيرة التي أقيمت عليه، وخاصة مباراة الغابون والتي كشفت عن سوحة العشب بشكل كبير مما يعيق حركة اللاعبين ويشكل خطرا على سلامتهم. وتثير حالة الملعب مخاوف كبيرة لدى الطاقم التقني للمنتخب المغربي، خاصة وأن عدد من اللاعبين الأساسيين مثل إبراهيم دياز وحكيم زياش ونوصل المزراوي عادوا مؤخرا من الإصابة، وتعرضهم لإصابات جديدة بسبب سوء أرضية الملعب قد يؤثر بشكل كبير على أداء المنتخب في المباريات المقبلة. وبناء على المعطيات من المتوقع أن يلجأ الركراكي إلى الدفاع بلاعبين يتمتعون بلياقة بدنية عالية وقادرين على التأقلم مع هذه الظروف الصعبة، وذلك من أجل ضمان التحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.
في خبر صار لعشاق كرة القدم حول العالم، أعلن اتحاد الدول كرة القدم الفيفا عن نجاحه في تأمين مستقبل بطولة كأس العالم للأندية. فقد وقع الاتحاد عقده رعاية رسمية مع شركة هيسانس الصينية العملاقة في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية، مما أنقذ البطولة من شبح الإغلاق الذي كان يهددها. وكانت البطولة تواجه مصيرا مجهولا بسبب عدم تمكن الفيفا من إيجاد راعي رئيسي لها، الأمر الذي أثار قلقا واسعا في الأوساط الرياضية، إلا أن ظهور المستثمر الصيني في اللحظة المناسبة قد أزال هذه الغمة وأعطى دفعة قوية للبطولة. ومن المقارنة تشهد البطولة كأس العالم للأندية نسخة جديدة ومستحدثة، حيث ستقام في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأهل 31 فريقا من مختلف القارات، على أن يتحدد الفريق الثلاثيني والأخير عقب انتهاء منافسات البطولة القارية. وسوف تشهد القرعة التي ستقام في 5 ديسمبر الجاري الكشف عن هوية المنافس الفرق المشاركة، ومن بينها النادي الوداد الرياضي الذي يرتقب بفارغ الصبر معرفة خصومه في هذه البطولة العالمية. كما أعلن الفيفا عن تحديد الملاعب التي سوف تستضيف مباريات البطولة، وكذلك الأماكن إقامة الفرق المشاركة، وذلك في إطار استعدادات الجارية لإقامة نسخة ناجحة من هذه البطولة تجمع نخبة أندية العالم.